السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم أول ظهور للكوتش جمال بالماضي. يواصل المدرب الوطني جمال بالماضي تصدر عناوين الأخبار، ولكن هذه المرة في أحدث ظهور له في قطر بعد مغادرته الجزائر آخر مرة. ولم يبتعد وزير السعادة الجزائري عن المنتخب الوطني الجزائري من ممارسة هوايته المفضلة وشاهد لعبة أولمبيك مارسيليا السابق في قطر، وهو يشارك في حدث كروي خاص مرتبط بشهر رمضان المبارك. وظهر جمال بالماضي في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي القميص المميز لنادي لويس أثناء المشاركة في بطولة سعيد المساندة الرمضانية بالدوحة. ويبدو بالماضي من ملامحه سعيدا تماما وكأنه لم يسمع أبدا بانتقادات أشباه الإعلاميين والمحللين ضده في الأيام الماضية. ظهور بالماضي أفرح الكثيرين من أنصاره الذين ما زالوا يتمنون رؤيته مرة أخرى في المنتخب الجزائري. للتذكير، ما زال جمال بالماضي مدربا للمنتخب الوطني بصفة رسمية لدى الفيفا، وربما قد يلجأ للمحكمة الرياضية في حالة عدم تلقيه أي باقي مستحقاته ورواتبه الشهرية. وبالنهاية، إذا كنتم مع بقاء بالماضي فعلوا هاشتاج كلنا بالماضي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة.